her to no end. And she keeps telling her يعني بدل انت جوزك مش موجود ما تدوري على بوي فريند، كل حاجة ده تدخله. كانت تقول لي أنا أحط إيدي في جيبي وأعصر على الصليب. أبونا حنا كان يقول لنا فتدوس على الصليب. والست مرة جت لها أنت إيه يا ست أنت؟ أنا ما بعرفش أغيظك. ما كانتش تعرف إن قوة الصليب. عشان كده إحنا طلعنا إحنا الثلاثة نعرف نقول كلمة باسم الصليب. لو حد وقع نقول باسم الصليب، لو حد فرح نقول باسم الصليب، لو حد فرح نقول. هي كانت دايما تقول قوة الصليب واسم الصليب. الصليب بالنسبة لها كان شركة كانت تؤمن فيه وتحيا بيه وتعلم بيه. ماما كانت متصاحبة قوي البابا كيرلس والملاك ميخائيل، وحتى لما يجي لها وقت كده تبقى تعبانة قوي أبونا يوحنا يفكرها، لأن أبونا يوحنا ده كان أكتر من ابن. أبونا يوحنا أبدير الحقيقة اللي عمله أبونا يوحنا فكانت تحبه أكتر من ولادها، لأنه الحقيقة شالها. He was her doctor. فكان يفكرها يقول لها ها بابا كيرلس وملك ميخائيل، بابا كيرلس وملك ميخائيل، فتروح قايلها يا بابا كيرلس يا ملك ميخائيل. وأنا أؤمن بغبائي برضو إنه أول ناس شافوها الملك ميخائيل وبابا كيرلس وأبونا أنطونيوس أمين، لأن كانت تحب أوي أبونا أنطونيوس أمين. وبعد كده كل الناس التانية كمان. عايز أقول لكم على حاجة كانت غريبة بتعملها. أنا بقول وعظ بس يعني أكتر، يعني بعترف يا سيدنا أكتري أحضر لي حاجة كده، يعني أقرأ حاجة. ماما لما كانت تحضر لكم درس الكتاب وأوقات كان على زوم وكنت أروح أشوفها وعايزة تمشيني لأنها مش فاضيالي، مطلعة 4 كتب، أبونا تدرس وأبونا أنطونيوس فكري وأبونا داود لمعي وأبونا أرمية والأنبا رفائيل. في إيه ماما بتعمل إيه؟ بدور كل واحد قال إيه في الآية دي، وهي في 80 من عمرها. إيه الجدية دي؟ she was so serious in the work of God. I have seen it. I have lived it. I wish I have learned it. فماما الحقيقة طبعا فقدان الأم حتى في سن واحد راجل كبير زيي صدقوني مش سهل، لأن الأم مختلفة عن أي حد. بس الحقيقة السبب اللي أمل وأبونا وإلى حد كبير أنا فينا أي حاجة كويسة بسبب ماما. She is the reason. طبعا أبونا داود عنده نعمة خاصة بتاعت الكهنوت، بس صدقوني لو سألت أبونا داود أو أمل أو أنا we are nothing without mama. She made us who we are, and I'm happy that we have seen her and have lived with her. On behalf of my brother Abuna Dawood Lamai, my sister Amal, and Abuna Yohanna, our 6 grandchildren, Miro David, Miro Karim, Marco Michael, Andrew Anne, and the 6 grandchildren, we want to thank every single one. لأن بصراحة المحبة اللي شفناها فيكم، وكانت بتقول لي أنا يمكن مش عارفكم بس أنا عارف أساميكم. كانت تقول لي فلان عمل وفلان أدى وفلان، ولما تعبت كان في جدول طويل كل واحدة فيكم وكل واحد فيكم بيروح عشان يسليها ويأكلها فأنتوا خدتوا بركة
بس هي كمان كانت فرحانة بيكم، حبتكم جدا. وعشان كده لا يمكن ماما كانت تخرج من أي كنيسة تانية غير الكنيسة دي، لأن الكنيسة دي هي اللي حبتها وهي حبت أبائها. أبونا يعقوب غالي كان بيروح بنفسه يأكلها تقريبا كل يوم، كانت بتموت في أبونا يعقوب، وتقول لي محبته غير كده. أنبا ديفيد ده كانت تتكلم عنه تقول ربنا يزيده نعمة، وتقعد ترشم على الصليب حتى لو بتتفرج على التلفزيون، تقعد ترشم عليه الصليب، خايفة عليه. فكانت تحب الآباء بتوعها جدا، وعشان كده عايزين نتعلم كل دون. الأمهات اللي بينكم أرجوكم ربوا أولادكم. ده يقول بطرس الرسول يخلصون بولادة الأولاد. الأمهات دي تخلص بولادة الأولاد. أشكركم جدا على محبتكم وتعبكم وفنائكم، وأشكر أبائي القديسين، وربنا المجد دائما الأبد آمين.